مساء الخير. أنا دينا عبادية، ولدت في مصر الإسكندرية حي المعمورة. قصتي مشوقة قوي، أدعوكم تشاركوني لحظاتها. بكرة ليلة عيد الفصح اليهودي، استنوني وهتشوفوا نهاية سعيدة انتهت بجيش الدفاع الإسرائيلي. شكرا. أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن دينا محمد علي المصري لالتحاقها بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون ترخيص سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربي. ده القرار اللي طلع النهارده. لو لفيتوا الحبل على رقبتي أنا مش ندمان وبحب تل أبيب. ده كان رد العميل شنودة صبحي لما توجهت له تهمة التخابر في مارس سنة 2014. اسمه شنودة أشرف صبحي، صعيدي من محافظة سوهاج، معاه دبلوم زراعة وظروفه المادية والاجتماعية صعبة زي شباب كتير بتبدأ حياتها. والده أشرف صبحي اللي بلغ عنه لما لقى ابنه مش بيرد عليه إلا بالعبري، وجايب كتب عبرية وقعد ليل ونهار قدام الكمبيوتر. واللي زود نار والده وأكد له إن ابنه مش مظبوط لما لقاه عمل على دراعه نجمة داوود بالوشم ومعتز بيها ورايح جاي في البيت من غير تيشيرت كنوع من أنواع الفخر بالنجمة. مش كده وبس، ده قال لوالده إنه بيتعلم اللغة العبرية عشان بيحب بنت من هناك وهيسافر يتجوزها. هنا والده ما ترددش لحظة إنه يروح ويبلغ عنه. الغريبة بقى إنه لما راح وهو قاعد مع الضابط طلع له صورة ابنه وقال له ده ابنك؟ هنا اتصدم وعارف إن كده كده المخابرات كانت عينهم عليه. ولما طلع أمر فورا بضبطه وإحضاره ما أنكرش وقال حتى لو لفيته الحبل على رقبتي وحياتي كانت التمن فمش هندم على حبي لتل أبيب. ودي كانت الصدمة الأكبر لوالده. شنودة ما اكتفاش بكده، لا ده لما لقى والده مصدوم فيه قال له انت اللي من صغري بتكرهني في مصر وبتحببني في ولاد عمنا ولا نسيت؟ الحكاية بدأت لما شنودة خد الدبلوم وما كانش لاقي شغل، فسافر شرم الشيخ اشتغل حاجات كتير هناك من ضمنها سواق في شركة سياحة. وفي الشركة دي اتعرف على بنت اسمها نيكولا وحصل بينهم علاقة. بعدها عرف جنسيتها وانها من تل أبيب وبدأت تعمل معاه دورها الأساسي وهي محاولة تجنيده، وهو فاهم انها بتحبه فعلا. ونيكولا قالت له شنودة احنا لازم نتجوز بس لما سافر بلدي وارجع لك تاني تكون حضرت جواز سفرك وخد الايميل ده هنتراسل عن طريقه. وسافرت فترة وبعدين رجعت معاها واحد عرفته عليه، بس اللي ما كانش شنودة يعرفه ان ده ضابط ومسؤول التجنيد واللي المفروض يدربه هيعمل ايه ويشوف شنودة ده هينفع ولا لا وهي هتكمل معاه ولا هتلعب لعبتها على حد غيره. بس الضابط ده انبهر من إصرار شنودة على إنه ينقل أي معلومات ويعمل أي حاجة حتى لو ضد بلده مقابل حبه لتل أبيب، وهنا قرر إنه يدربه وإنه هيسافر لهم عن طريق جنوب السودان. وراح شنودة لسفارة جنوب السودان عشان يخلص ورقه وفهم أهله إنه مسافر هناك في شغل مهم جدا وهيجيب قرشين كويسين. وسافر فعلا لجنوب السودان ومنها لتل أبيب، وهناك حصلت مشكلة وجواز سفره ضاع. وهنا اتفاجئ ان المخابرات المصرية مراقبة كل تحركاته من اول ما اتعرف على نيكولا لحد ما وصل تل أبيب، وقالوا له احمد ربنا انك لسه ما تورطتش في حاجة توديك في داهية، ورجعوه مصر وقالوا له ما تضيعش نفسك ومستقبلك وتروح لسكة اللي بيروح فيها مش بيرجع. وفضل تحت المراقبة فترة طويلة دخلت على 11 شهر، كل ده وهو تحت عيون المخابرات في كل حاجة بيعملها. والفترة دي كان بيضيف صفحات كتير لتل أبيب وعمل محادثة مع واحد مسؤول عن التهريب عن طريق الأنفاق،
واتقبض عليه يوم 17 مارس 2014. واتوجهت له تهمة التجسس لصالح دولة أجنبية. مش كده وبس، ده اتوجهت له تهمة قبول نقود من دولة أجنبية بغرض القيام بعمل يضر المصلحة القومية للبلاد. الغريبة إنه ما كانش ندمان، وعبر قدام النيابة عن كرهه لمصر، وإنه لو هيعيش فيها فيلفوا الحبل على رقبته أحسن، لأنه حبه وإخلاصه وولاؤه لتل أبيب.